السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أخرج إليكم لألقي عليكم خطابا رنانا من بعده أسمع أصوات تصفيقكم، إنما أتيت لأتكلم كلاما أتمنى أن يصل إلى قلوبكم. الجميع رأى ما حصل والكل ينتظر ما سيحصل. هل كل ما نزلت غارة خرجنا إليها بمظاهرة؟ هذا العدو لا يعرف معنى الرحمة وانتهاكاته ستبقى إلا إن اغتنمنا الفرصة، فلدينا الوقت والعقل ورب في السماء سيكرمنا بالنصر. يا من تدرس الكيمياء، البلد بحاجة إلى إبداعاتك. لقد مللنا من معادلة احتراق الهيدروجين لتكوين الماء. ويا من تدرس الفيزياء والميكانيك، حلق بأفكارك إلى بعيد. لقد مللنا من السير على الطريق. ويا من تدرس المعلوماتية، لقد مللنا من التطبيقات الترفيهية. أظهر لنا إبداعاتك المخفية. ويا من تدرس الشريعة، كن للدين صورته الحقيقية ولا تتبع أهواءك الشخصية، فالناس تسمع أقوالك وتريد أن ترى أفعالك. فليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو إليه. ويا نساء الأمة، دعكم من التبرج والانفتاح، فهم لا يريدون حريتكم بل يريدون حرية الوصول إليكم. ويا جيش الأمة، وأخص جيش وأمن بلدي، بدمائكم سطرتم صفحات النصر. عدوكم متربص، فالبطولة كل البطولة لا أن نصل إلى النصر بل أن نحافظ عليه. ويا شباب الأمة، ليست الرجولة أن نصل إلى آخر الطريق، فهذا بإذن الله، ولكن الرجولة الحقيقية أن نموت ونحن على الطريق.